بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسعد الله مساكم بكل خير. اليوم عندنا بث عن بعض الأمثلة الشهيرة، واحد منها ما كملناها ذاك اليوم من عن بث ذاك الأسبوع. خبروني جماعة مرتين وانقطع البث، وإن شاء الله ما حد يخبرنا حتى الآن ينقطع البث. بس شوية تجهيزات، سوي إشارة حتى أكثر عادي يشوفها. المثل هو لو توذن، هذا مثل مصراوي بحت، حدث بالموصل وقت الدولة العثمانية. هسه مثل احنا بالنسبة لنا أكثرنا مثل واحد يطلب منك شغلة صعبة تسويها أو ما تريد تسويها موجودة، ما تستكثرها عليه أو تشوف أنه بها عواج، تقول والله لو توذن ما سوي هاي الشغلة. مثل طفل اشترى شيء يأذيه، مثلا العبواية طبه وهو عنده دراسة، مثلا ماكو ملعب قريب ويخاف أبوه عليه بالشارع، لا مثلا يندعم بالسيارات، فاش يقول له؟ يقول والله توذن ما اشتري لك طبه. هاي مثل، هاي بس الموصل. هاي مثلا شنو قصته؟ يا محفوظين بقوا والسلامة، بعصر الدولة العثمانية، الخلافة العثمانية. طبعا هم يعتبرون نفسهم خلفاء. ليش؟ لأن كان قاضي شرعي، ما يمشي بالقانون الوضعي، قانون الشرعي على الإسلام. يعني قاضي شرعي، أحكام شرعية، وقضى على الدولة العثمانية وانتهت وراها. للأسف العوض اللي حاولوا يسووه بعض الشذاذ الآفاق، للأسف الدواعش حاولوا يرجعون الخلافة بطريقتهم، طريقة الدماء والترهيب والتخويف وقتل الناس وتخويفهم وتجويعهم. صحيح ان بالنسبة للعثمانيين كان عندهم أخطاء، الولاة عندهم أخطاء، بس هذا ما يمنع انه انت يعني مثلا تروح اذا عندك مشكلة، عندك دعوة، اذا عندك طلبة مع أحد، تروح تأمن حكم شرعي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني قاضي شرعي. الدولة العثمانية كلها لما ما انتهت، لما ما سقطت للأسف، وصلت معها الخلافة، كانت تمشي على الشريعة الإسلامية. الولاة أي صح كانوا قساة، وكانوا يعني ما ينطون حق الناس، بس أبسط شيء يعني الله يرحمه ويتجاوز عنه عبد الحميد الثاني، هذا الخليفة اللي من طلبوا منه اليهود أنه وطن لهم فلسطين، قالوا منطقكم بأفريقيا مكان، بس لا تجون على فلسطين. هاي القدس المسلمين تعبوا عليها بدمائهم، صلاح الدين رحمه الله وغيره، وسبحان الله خلعوه جابوه ابنه مكانه، ما اعرف اخوه ما يحضرني، سلطان عبد الحميد الثاني الله يرحمه، خلعوه وقضوا عليه. لو الحمام عزة حمام رافدين. بالمناسبة طبعا حمام السوق منع عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما اعلن لي شرع حمام رافدين رزق، بس كتنبيه شرعا حمام السوق ما واجب على الرجال على النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن حمام السوق. إذا رجال ما يجوز يتعرى، عورة الرجل معروفة بالشريعة الإسلامية، وعورة المرأة أيضا. يعني مرأة إذا مع مرأة قبل الحمامات الشعبية، وحدة إذا مرأة وصفت مرأة أخوها لأبوها شوف منه أما يجوز، فهم عورة النساء موجودة. هاي احنا قلنا بصورة عامة أي شيء موجود بالإنترنت ما نشرح، ولين تشوفوه إن شاء الله تعبوا عليه. إيه، فما يجوز شرعا، هاي شيء بطريقنا. إيه، فالمثل حتى لا نطول عليكم حتى نصل مكاننا. لو توذن، قلنا مثل لو توذن ما تسوي هالشيء، إذا تمتنع عن شيء واحد طلبه منك. بعد الدولة العثمانية بالموصل كان بالميدان العشط جسر عتيق، كان هذه كلها الأسواق، من ضمنها سوق اللحم. السلام عليكم، شلونك عين أبو علي؟ إيه، فالسوق طبعا إخواني الأعزاء وأبنائي وبناتي، سابقا الصنف إذا ما استادوا يعطيه إجازة ما يمارس مهنة. ما مثل خلطة من حصار من بعد حرب الكويت، خلطة المهن، يعني كان قصاب لازم استاد ويعطي إجازة، زين، شيخ الصنف أو استاده
ينطوا إجازة. الصايغ كذلك، البقال، العطار، كلهم يعني صنف إلا ينطوا إجازة يلا يشتغل بوحده، إذا يطلع من استاذه ويستقل ما متلسع. المهم كان سوق اللحم على الشط بالميدان، وكان العصر ما كان عندنا ثلاجات ولا برادات مجمدات، فيدتون لحم العصر بالشط يوم يصير العتيق. وبوقتها ما كان اكو عتيق، وقت الملكيه بنوه، الانجليز بنوه، وشارك ببناء الملك فيصل الله يرحمه. المهم فكانت صنف يعني قصاصيب جزارين. فصارت كونه طبعا الجزار ما يتكون بايش يتكون؟ بلطه، ساطور، سكين، لان ما انتو اقرب شيء اللي هو شارب الميل الضارب، فتخوف كانت القصاصيب. خواتي العفو خوالي كلهم قصاصيب 8، ظل منهم 2 الله يطول اعمارهم، اليوم خوالهم كانوا قصاصيب، فنعرف هالشيء من الكونات سابقا. المهم انه نورك عين ابو زهراء مشتاقين. الله يبارك بك عين ابو ورود، اي والله يا ايام الخير. فلنحكي شوي عن عادات الموصل، كان عندهم عيب، اخبار بسطرمه عين ابو ورود هسه وقتها. انا كلام احد الاخوان ما من اصدقائي علق بالمبثوات، قال والله ما تابعت البث لان قد ما ترد السلام، بس ما يصير اخواننا لازم يردون بالسلام، قبل ايش قد عن نطول؟ هي ثواني وعن نشرح. رد السلام واجب، اخواننا ما نشوفهم ظروف الحياه القاسيه، حتى ما نشوف اخواننا حبايبنا، هاي فرصه لنا. ما ارتزع له ولد، بس سويت له اعجاب، هو ما صديقي الله محييه، بس هو كتب لي بالتعليق بالبث المباشر قال لي والله برعاة ترد السلام ما تابعتك. الله محيي، لا يتابع اذا ما يتابع، ما زغرم بيه، ما من اصدقائي. المهم ما اطول عليكم. فكان المعلاق ما حد ياكلوا، عندهم عيب ياكلوا المعلاق، هو حلال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حلل لنا دمان، الكبد والطحال، هذه لان دم حرام بالقران الكريم، فالحلال الكبد والطحال وميتان. عندك الجراد ايضا حلال، كان قبل ياكلوه جدي من ظلم الله يرحمه محمد جميع كانوا ياكلوه. النجدي الجراد الكبير امتى ياكلوه، هذا حلال طبعا ان شاء الله الواحد ياكلوه. قلنا دمان حلال، الطحال والكبد وميتان. عندك الجراد، لان الجراد خاوة تذبحها تاكل ميت، ها السمك والجراد هذول تاكلهم ميتين يعني بدون ما تذبحهم وتذكيهم. طبعا ثبت علميا قبل عدة سنوات انه السمكه من تموت سبحان الله من الشط، الدم الجسم كله يحار راسها، الدم كله يحار راسها، وكانما حتذبحها انت ما يظل بها دم. المهم احنا شويه طولناها، هم بالطريق شويه تقريبا 3 ساعات نصل ان شاء الله، هم نحكي لكم شويه نونسكم وتونسونا. يشتاق لك العافيه عيني ابو ورود الورده. وتكونوا قصاصيب مثل اي كونه وعلقه تم، تعرفون انتم من تكونوا قصاصيب شلون؟ يا سلام سلم. والله الضارب وصل للقتل، قصاب ضرب واحد قتله خلاص. ساعة شيطان دائما الرسول صلى الله عليه وسلم احد الاشخاص احد الصحابه قال انصحني يا رسول الله، قال لا تغضب، بس كلمه واحده قال لا تغضب. الغضب اخواني نتائجه يا قبر الله يبعدكم، يا سجن، يا عاهه مستديمه. نحن كنا شفنا رحنا محاكم وهذه من كنا نمارس دعاوى جزائيه، فهذا اشتغلوا خلاص زين. هنا الدولة العثمانية كانت قاسية، والوالي وحكومة هذه طبعا يختصون منه، يجوز العفو الدية اللي يسميها ودي بالعامية، وبنفس الوقت يصير القود تقتص منه، بس ما تصرف القتل، بس تقتل القاتل. ما مثل الصعيد عندك الثار، وعندك قبل بالعراق مرابع الثار، اذا واحد يقتل واحد يقتلون 4 مكانه، او يقتلون غير واحد بالعشيره، هذا وشتلوا غيره مكانه ما له ذنب، شتلوا البريء. الحمد لله الصور تقريبا قلت 10% اذا ما اقل منها، اختفت هاي الصور الجاهليه كنوع من انواع الجاهليه. طبعا الجاهليه ما هي عكس تعلم القراءه والكتابه، الجاهليه التمادي في الظلم، التمادي في الظلم، يعني عصر الجاهلي كانوا يتمادون في الظلم قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا قتلوا خلاص ضحكوا. هذا القصاب القاتل الجاني ايش كان عنده ظهر، اكثر الصلب قرايبه عمك خالك،
فايش سووا؟ بدل ما يروحون ويعلقوهم مشنقة بالميدان، كان قبل التنفيذ احكام الاعدام. الله يبعدكم، يبعد ان شاء الله الطيبين، يتم مكان عام حتى الناس عنده ردع خوف. زين، فجابوا مسكوا يابا تعال من القاتل، حطه براس واحد فقير مسكين بالسوق غادي، هم قصاب ما عنده ظهر، مقطوع من شجره مثل ما يقول اخواننا المصريين. فهنا جابوا هذا البريء حطوه، مسكوه البريء ودي يعدموه، ما قبلوا يتنازلون هذوك اهل القتيل المجني عليه. قال يابا نريد اعدامه، ابننا راح هذا دم مقابل دم. اللي جابوا شهود ممثلين عليه يلبسوا التهمه، قالوا يابا هذا القاتل، شهدوا حلفوا يمين قالوا هذا القاتل. زين، بيوم تنفيذ الحكم، حكم الاعدام، الشخص الثالث اللي شاف الجريمه واللي يعرفون القاتل الحقيقي ما تحمل، يعني قال اشون بعد ساعات راح هذا البريء ينعدم ولا بيه ولا عليه مسكين خطيه. ستي ما مبتسمه يا حمالش، لا تشتاقين اتصالات تصلين بعدين يقطع البث. الله يحفظك ست رمال. الله يطول عمر الشافين ان شاء الله ست رمال. ايه والله نسينا من ورا ست رمال، الله يحفظها يطول عمرها الشافيه ان شاء الله. ادعوا لها اخوتكم مريضه. ايه والله سبحان الله. خلينا نتذكر وين وصلنا. يوم تنفيذ الحكم مثلا خلينا نقول الساعة مثلا 11 الصبح ينفذون الحكم، ويحضرون الناس يطمشون، يحطون مشنقة الله يبعدكم ويعلقون هذا القاتل اللي هو بريء اصلا. هذا حق ايش يقول لهم؟ اللي من يقول اذا يجي على القاضي ما يلحق بدون ساعات، يعني صار ذكي. اطلع على احد المنابر من الجوامع، ما كان لكم سماعات هذه، واذن، قام رفع الاذان، قام يأذن، الناس سوت الله اكبر الله اكبر، هاي بدعه، اشهر هذه يأذن قبل الوقت. والله وقادوه وكتفوه كتل من هذا التمام، واخذوه على الوالي، قدموه الوالي، قال يا سيادة الوالي هذا الشخص سوى بدعه، كان قبل الناس اتقياء، الحمد لله الطاقه موجوده بس ما مثل قبل، النيات اختلفت. فالوالي قال له انت ايش سويت ولا شو تأذن قبل الوقت؟ ما حد سواه قبلك. الموصل تفاجئوا لحد الحمد لله الموصل محافظين، مع احترامي كل العراق والوطن العربي والعالم الاسلامي. فضحك، ما حد كان سواه، منو كان قبل الوقت؟ زين، ورجال كبير مشورب يعني بالغ، ما طفل حتى نقول هذه. قال له يا سيادة الوالي الله هذه الطريقة الوحيدة اللي خلتني اصلك، ما حد يفوت عليك، الحاس يفوتوني الا منه، هذا بريء، هذا ما قاتل. هم حطوها براس هذا المسكين، جابوا 2 شهود وذول عندهم ظهر بالسوق وهم شيوخ الصنف، وحطوها براس هذا المسكين. زين، قال له شلون وهذه وقفوا تنفيذ الحكم. جابوا هذا الشخص اللي منو؟ قال له هذا فلان وفلان، هذول رتبوها القاتل فلان، وهذول اخوته وعمامه وخواله فلان، هذول فلان فلانيين. جابهم قال لهم دحقوا، حطهم تحت العصايه، لا طلعوهم اذا ما يعترفون. اعترفوا القاتل الحقيقي، وهذا الرجل الله عز وجل براه عن طريق هذا الشجاع، الولد الشجاع اللي استعمل ذكائه وطلع يأذن. فايش قالوا الوالي؟ قالوا ده حق ابني، كل ما يشوف عواج يصير بالموصل اذن حتى يجيبوك عليها وحل العواج. فصارت مثال. فايش يقول له الشخص؟ مثلا انت تقول له نجعل اول ما بدينا الطفل مثلا ابنك يريد طبه وقت دراسه وماكو ملعب منطقه شعبيه انتم، يخاف لا يندعم، يقول والله لو توذن انا ما اشتريت طبه. ايش معناته؟ يعني الوالي قال له وذن، وذن وانا اجيبك، خليك تجي وتفوت علي بدون ما حد يمنعك عني. فهنا تحدي، يقول له حتى لو توذن مثل ما هذا وذن وجابوا على الوالي مال الدوله العثمانيه بالموصل، فانا ما انفذ لك هالشيء. هذا هو المثل. عندنا مثل الاخ انه نورك عيني ياسر ابو عمار الورده، الله يحفظك ابوي ويرحم الوالد والوالده، جاري الطيب. نجي مثلا الاخ عندنا اقبض من دبش، تعرفون مثل واحد يدين واحد فلوس او مثلا
ينطي شيء امانه ويروح هذاك ياكل عليه يعلس عليه، يقولوا له معاد روح هذا راحت فلوسك او راحت الامانه اللي خليتها عند هذا الشخص، اقبض من دبش. هذا المثل ما مصلاوي، هذا مثل حدث بالعراق بالبصره. اذا كان الروايه الاولى طبعا بين روايتين، روايه ببغداد وروايه بالبصره. الموصل كان 3 ولايات، تعدى 3 محافظات، لحد الان تركيا يسموها ولايات، يعني على ظلت هذه التسميه العثمانيه. هنا اقبض من دبش. الروايه الاولى شو تقول؟ يقول كان تاجر ببغداد وتاجر راعينيه وعينه فظيه ويحب الناس ودائما يثق بالجميع. وهذا التاجر عنده واحد اسمه دبش شريكه. أهل قبل ما كانوا يقولوا يكتبون، يعني أبوي رحمه حكى لي، أبوي ولد 34 رحموا أمواتكم سائر المسلمين، يقول والله كنا أطفال، يقول إذا مثلا يجيك مكتوب اللي هو رسالة ورقية تفتر 4 5 ما حد عن ما واحد يعرف يقرأ ويكتب يقرأك الرسالة. إيه فهذا شاركه وهذا يعرف يقرأ وحسابات قوي دبش ويقرأ ويكتب وحسابات وما أعرف شنو، وهذا وأنبن منه هذا تاجر بغدادي. يوم من الأيام دبش قرر يروح على الهند يجيب بضاعة من الهند. قبل كان يجيبون بضايع من الهند يعني عن طريق السفن أو يسافرون تجار، فجمع قال خلي أضرب ضربتي وشيل شيلتي. جاء تجار البغداد كلهم يعرفوا يعني اشترك هذا التاجر الطيب المعروف، قالوا يابا نروح على الهند، من يريد بضاعة؟ انطوني جيب 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 جيب. لما كنت تجار بغداد فلوس يروح على الهند يجيب له شو اسمه، يجيب البضاعة على أساس هو قول ايش يضربون بوري خذ فلوس قشها وانهزم، وما حد يعرف وين صار. فيجون طول طبعا، خلينا نقول مثلا نروح على الهند بالسفن خلي يطول مثلا شهر شهرين ما أكثر يعني. زين طول دبش هنا دبش يجون على التاجر واليابا العفو حشا اعذرونا الكلمة ماشية هي والمعتي يا ولد بس عندنا عيب بالموصل عيب، بالجنوب وجنوب العراق ماشية ما عيب. مرة بعسكري كنت مع واحد قال لي يا ول تضارب معاه بعدين تبقى قلت هو هذول اهل الجنوب اخواننا العراقيين اهل الرافدين ابناء الرافدين الجنوب عندهم يا ول عادي ماشيه الكلمه، فتاخرت ما تكونت هاي بالتسعينات بالعسكريه. ايه والله قالوا له يا حجي ما شاركوا حجي يسمون عموه قبل، عموه ابو فلان ترى دبش تاخر واحنا نريد فلوسنا وضربنا عليه. العفو ما هيك حتى اتذكر زين. فهم هو راح باسم هذا التاجر المعروف والامين، راح باسمه انه هو يجيب بضاعه لهذا التاجر، فهو يعرف دبش راح يروح يجيب البضاعه من الهند بس هم يعرفون هذا ما يعرفون دبش. ايه فكل ما يجون يرجون الفلوس مالهم يقولون راح اقبض من دبش. التاجر الامين هذا الشخص المحترم يقول اقبض من دبش. وصارت مثل هو دبش وين راح دبش انهزم يعني ماكو راحت فلوسك يا صابر. هذا مثل عراقي اسبابه فيلم مصري كان فريد شوقي واحمد رمزي الله يرحمهم، فيلم الابطال سنه 70. فكان يعني شوفوا الفيلم راح تشوفون كل ما يجي ياخذ فلوس واحمد رمزي ينتقم منهم يقتلهم هذول اللي قتلوا ابوه، فيقول راحت فلوسك يا صابر. صارت مثل عندنا بالموصل. ايه الروايه الثانيه تقول لا ما تقول هيك، تقول كان بين البصره يجيبون بضايع، وكان اكو واحد محاسب نصراني من الديانه النصرانيه يعرف الحسابات اسمه دبش. فالعمال كل ما يجون بالميناء ياخذون يومياتهم مثل اسبوعيه، اكثر شيء اسبوعيه كان العراقيين ياخذون اسبوعيتهم من دبش. فكل ما يجون يابا تعالوا اعطينا فلوسنا اسبوعيتنا شوف شلون يعني هاي فلوسنا تعبنا يقولون راح اقبض من دبش. هاي الروايه الثانيه فالله اعلم اي منهم صحيحه. المهم هاي قصه المثل. نجي على كلمه تمن. شوف هسه اتذكر كلمه تمن ما اعرف ليش. كلمه تمن شنو اصلها؟ كلمه تمن الشعب الوحيد اللي يلفظ كلمه تمن هو العراقيين. كل الدول العربيه تلفظ كلمه تمن يسموها رز. بالانجليزي رايز، بالانجليزي رايز ايضا يعني نفس الكلمه انجليزي وعربي رايز، بس احنا نقول تمن. ليش العراقيين يسموها تمان؟ هاي بها روايه هم من البصره لان بشوف البصره ذكرتني، انا البصره ذكرتني بكلمه تمن. كان الانجليز اول ما احتلوا العراق بالعشرينات 1916 الحرب العالميه الاولى واحتلوا العراق، فكان يجيبون قواني ينزلوها للجنود مالهم عن طريق الميناء والبصره، عمال عراقيين حمامين عراقيين ينزلوها. اسم الشركه تينمان
يعني 10 رجال زين. فكل ما يجيبون قونيه يعني كيس مال رز، يقولون يابا روحوا جيبوا لنا من هذا الرز التيمن، ومشت الكلمه صارت تيمن يعني تمن. هي اسم الشركه البريطانيه، هاي اصل كلمه تمن. طبعا يا جماعه الخير وصلنا المكان اللي نريده، اتمنى لكم ايام حلوه. اللهم انقذ اخواننا في السودان واليمن، وفرج عنهم وفلسطين ولبنان يا رب. بردا وسلام عليهم جميعا. حياكم الله اخوتي المشاهدين، الله يبارك فيكم جميعا. شكرا على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.